نقطة لكل فريق. النهارده المقاولين العرب بيتحصل على نقطة، أيضا الزمالك يتحصل على نقطة بعد تعادل سلبي على مدار شوطي اللقاء. كابتن أيمن، كابتن محمد مكي بيتفوق على فيريرا خلال شوطين اللقاء النهارده؟ قوي بصراحة. لازم نقول إن محمد مكي عمل مباراة رائعة. فريق المقاولين كمان ظهر أكثر تماسك من المباراة الأولى. مش ده فرقة المقاولين اللي شفناه أول مباراة، حد تاني خالص. مستحيل. فرقة تانية خالص طبعا. بشخصية بالكيمياء مختلفة، بالتوظيف مختلف، حاجة تانية خالص. لكن الزمالك شكليا طبعا خسر نقطتين، لكن الزمالك جوهر الموضوع ان هو عنده مجموعه مواهب. لما المواهب دي الكيمياء بتاعتها تركب مع بعض، لما اللعيبه دي تبتدي يكون في بينها علاقات فنيه بقدرات ما بين الخطوط وما بينهم كافراد، اعتقد الزمالك هيبقى تقيل قوي. اللعيبه اللي موجوده كلها مواهب، يعني ما فيش لعيب نزل في ارضيه الملعب لاول مره. نادي الزمالك كل صفقاته مجموعه مواهب، لكن خلينا نتكلم ان هم ما زالوا في حاله النشاز كروي، يعني ما عندهمش، مش شايفين بعض، مش قاريين بعض، مش حاسين ببعض. لكن الفينا البرازيلي ده حكايه، ده حاجه، ده عفريت يعني. ده اصبر لما ينسجم، اصبر على الفينا ده لما ينسجم ويخش في اجواء الزمالك هيبقى حاجه مرهقه، يعني انت فاهم. حتى انا بصراحه زعلت على خروج الدباغ. يعني انا موافق على ان فيريرا مدرب الزمالك مدرب رائع ومدرب جاي ومدرب هيجي منه كويس قوي، توقيت بدري شويه. خروج الدباغ ما يخرجش من الملعب. تنزل جنبه ناصر منسي، تنزل جنبه عمرو ناصر. وبصراحه عمرو ناصر من اللعيبه يا جماعه، الولد ده هيبقى لعيب كبير قوي. عمرو ناصر بس هو مش واخد ولا فرصته ولا وقته لسه ولا حاجه، هيجي منه لعيب كبير قوي. قد يكون خساره كبيره لنادي الزمالك، لكن المواهب اللي عنده تديك امل كبير ان نادي الزمالك هيكمل بشكل قوي جدا في المراحل اللي جايه. بس هي الكيمياء ما بين المدير الفني وان يتعرف على اللعيبه ويوظفهم. اعتقد اتكلمنا على الشوط الاول انا وانت وكابتن فضل، وقلنا ان الزمالك خسر اهم ميزه لشخصيه الفرق الهجوميه القويه اللي هي اطراف الملعب، ازاي بيستغلوها. ولعب من العمق، ان هو اساسا فيريرا اختار لعيبه عمق، كلهم لعيبه بتحب تاخد الكره ويعملوا لمسات والكلام ده كله. وده كان الفخ اللي انت اتكلمنا فيه، فخ المقاولين العرب، ان انت دخلت في المنطقه اللي هم اقوياء فيها، لكن انت ما لعبتش على اطراف الملعب، رغم ان هم بصراحه كان عندهم توازن دفاعي رائع والتحولات الهجوميه مقبوله. لكن 90 دقيقه بلا فرص حقيقيه، ودي حقيقه، دي حاجه كبيره جوه ماتش زي ده، صناعه الفرص. وده يعني انا اعتقد المدربين خسروا الاثنين. يعني فيريرا ما قدرش يساعد لعيبته الشوط الثاني. انا اعتقد الزمالك الشوط الثاني اقل من الشوط الاول. يعني هو خيل الينا ان الشوط الثاني الزمالك ممكن يعدل من شخصيته ويعدل من افكاره، لكن فيريرا ما قدرش يعدل ده، ما قدرش يشوف المناطق اللي يستغلها، ما قدرش يستغل دونجا بعلاقته الدفاعيه وهو مع عمر جابر مع بنتاي، ويدي حريه لعمر جابر وبنتاي، ما ادالهمش ده. فاتكتف، تم تكتيف افكار فيريرا جوه المباراه، اتكتفت وما عرفش يشوف حلول. وهو ده الفخ اللي احنا بنتكلم عليه اللي وقع فيه. هو عمل كل حاجه المقاولين العرب عايزها، كل حاجه تخلي خطه المقاولين العرب تنجح، رغم ان امكانيات الزمالك بصراحه لازم نعترف بيها ان هي مميزه. نص الملعب يعني بصراحه النهارده محمد شحاته عمل ماتش رائع، لكن مش قادر يتنفس، لان هي مناطق نص الملعب العمق الدفاعي بتاعها رائعه في المقاولين العرب. عبد الله السعيد مجهود غير عادي، ناصر ماهر مجهود غير عادي، لكن الانتاج مش موجود. كرة القدم علم انتاج. انا مش بتاع تقول لي جريت لي 13 كيلو و14 كيلو. انا ما تجيش تقول لي انا عملت مجهود رائع وانا انتجت ازاي. الجيم كله فن انتاجك في المباراه. الزمالك النهارده في ظل سيطره غير عاديه، في ظل استحواذ غير عادي، لكن كله بدون حقيقه ان انت تجيب جون ازاي. فقد الحقيقه، مفيش حقيقه هدف. صناعه الهدف كانت معدومه، اجتهادات. ورغم ده كله فرود الزمالك بصراحه يعني الدباغ فرود مميز قوي. انا كنت اتمنى انه يحتفظ بيه اطول وقت ممكن ويقدر يديله دعم من اطراف الملعب. كان الزمالك هتبقى عنده فرصه. مع كامل احترامي طبعا ناصر منسي نجم كبير ولعيب مؤثر قوي، ويعني انا من الناس اللي انا شايفهم ان هم يعني دايما بيقدروا يغيروا من نتيجه المباراه، لكن ظروف المباراه بصراحه كانت بجد كانت تحتاج لعداد، كانت تحتاج
محتاج ان فيريرا يتدخل صح. فيريرا ما تدخلش صح، رغم ان هو اللعيبه تحس انه بيجربهم. اتكلمت مع الكابتن فضل حاجه وعايز انقل كلام الكابتن فضل. احيانا ايا كان اللعيبه الجديده اللي بتجيلك لازم عشان تدخلهم الفرقه وهم مميزين، يعني الفينا مميز بس كان عايز طبعا ماتشين 3 ودين تحضرهم. يعني احيانا ان انت بتحطه كده، هو الولد رائع وشاط وراعى الجون وكان مؤثر من ناحيه الخطوره النادي الزمالك ولعب خطوط جيد. يعني اعتقد هيتعب الناس كل الفرق، رتمه سريع جدا طبعا، رياكشناته سريعه، ردود افعاله سريعه، بيعمل حاجه المدافع اسرع من المدافع اللي قدامه، ده هيبقى متعب للمدافعين قوي. فانا شايف ان الزمالك لا جاي بقوه وجاي، بس محتاجين وقت. يعني برافو على الاداره طبعا الفنيه في نادي الزمالك جون طبعا ادوارد، ان هم جاب لعيبه كلها مميزه. اول مره اشوف 8 صفقات مميزين بهذه الطريقه. لكن هارد لك للزمالك في نقطتين خسرهم. برافو المقاولين، اداء رائع طبعا جدا من محمد مكي. فيريرا محتاج يراجع علاقته